السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف في الفيديو ده إقبال النحل على حبوب اللقاح. طبعا في المقام الأول ده مفيد جدا للنحل. فوائده إنه فيه كمية حبوب لقاح كويسة، مغذية للنحل للناس اللي عندها. هنشوف برضو سبحان الله النحل مخزن حبوب اللقاح في الجيوب بتاعته، زي ما انتم شايفين النحلة دي اللي طالعة. عشان احنا بس متأخر شوية، ده وقت ما الزهرة بتقفل، تقريبا كده يعني خلاص ما بقاش فيه حبوب لقاح كتير. شايفين يعني النحل ما شاء الله مفيد جدا لكل الازهار، وخصوصا لو كان الدراجون فروت. لو فاتنا المزارع الكبيرة، لو فاتها التلقيح، ممكن النحل بنسبة كويسة يعمل له عملية تلقيح، وخصوصا لو في ازهار كتير او ثمار كتير في المزرعة بتفتح في نفس الوقت. لانه معروف ان هو بيتنقل من شجرة لشجرة، سبحان الله. ان شاء الله ربنا يبارك في الثمار دي باذن الله، في الازهار دي، وتقعد ده صنف ابيض، حبوب اللقاح بتاعته خصبة. شايفين النحلة دي في رجليها هتلاقوا حبوب اللقاح مجمعاها. ده بعض الازهار التانية برضو لا نلاقي جواها النحل. بنتابع معاكم التلقيح اهوت بعد اسبوعين من التلقيح. تكملة الفيديو بنشوف ازاي النحل نجحت عملية تلقيح بواسطة النحل. ده صنف ابيض الحمد لله، صنف خصب، ممكن يتلقح يدوي من نفس الثمرة، ولو الجو كويس ممكن يلقح نفسه عادي. ده صنف ممتاز، حجم الثمرة بيوصل ل500 جرام. ما شاء الله اللهم بارك. ده من شجرة واحدة بس. شايفين حجم الثمرة عامل ازاي؟ تلقيح من نفس الزهرة، ده يدل على انه صنف خصب، صنف جيد ما شاء الله اللهم بارك. كمان صنف غزير الانتاج. اللي عايز برضو لو حابين تزرعوا منه عقلة هدية للي عايز يجرب يشغل الصنف عنده طبعا. وبرضه اهوت
نموات جديدة، نموات زهرية جديدة اهي. اهي برضو يعني ما شاء الله. ده الموجة التانية ده اهو. ده يدل نجاح التلقيح من نفس الزهرة، بيدل على ان الصنف خصب. هنشوف برضو شجرة تانية، ودي شجرة تانية اهي نفس الساق ما شاء الله، عليها أربع ثمار اهم. رجعنا تاني للشجرة دي، اللهم بارك ما شاء الله، صنف انتاج وغزير. نجاح عملية التلقيح باستخدام النحل في بعض الازهار. طبعا انا كنت لقحتها يدوي برضو بس من نفس الزهرة. يعني ينفع التلقيح. الزهرة دي انا كنت سبتها عشان اشوف النحل هيلقحها ولا لأ. ما شاء الله نجحت. ديت انا اللي ملقحها بايدي، انا اشوف الفرق. التلقيح اليدوي طبعا مهم جدا لأي شجرة، يعني الفرق طبعا كبير. بيدي انتاج اكبر، احجام كبيرة. اما لو تلقيح ذاتي بيدينا طبعا كل صنف له مميزاته. التلقيح اليدوي في اي صنف بيدينا احجام اكبر من اننا نسيبها تلقح نفسها. في النهاية اتمنى لحضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو، وطبعا ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا. وان شاء الله طبعا لو شير للفيديو عشان الكل يستفاد. شكرا لمتابعتنا، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمة كتير بإذن الله هتعجبكم بإذن الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا ان شاء الله في فيديو الحصاد، حصاد الثمار دي بإذن الله نعمل لها فيديو طريقة الحصاد ان شاء الله، نبقى مع بعض ونتعلم ازاي نحصدها للأكل او نحصدها لو للتجارة هنبيعها، خصوصا المزارع الكبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله.